قبل بقى ما تبدأوا الفيديو كده عشان محدش يستغرب. الجزء الاولاني كنت لابسه فيه اسدال عشان عملته امبارح. الجزء التاني لابسه فيه العباية عشان عملته النهارده. فمحدش يستغرب، انا على طول بنوه في ايه في فيديوهاتي ان انا ايه ممكن اعمل الحاجه على يومين. فعشان كده بقول لكم احنا بنتعب في المونتاج وفي الفيديوهات. فتعملوا لنا اللايك وتشتركوا في القناه وكومنت حلو منكم. واسيبكم دلوقتي تتفرجوا على الفيديو. كل سنة وانتم طيبين. تخزين التوم. انا وهي هنعمله. كنت جايبة التوم ده في نص شهر رمضان وقلت هعمله طبعا، وكسلت عليه من كتر ايه ما الواحد مشغول في رمضان. والجزء ده ناشف شوية، بس ايه انا هلحقه معاكم وهعمله. بصوا انا هاخد الجزء ده هطلع منه الطري. بصوا هطلع منه الطري. يا رب ايه اكون باينه وواضحه، لاني انا شغاله بزاويه جديده يعني بستاند جديد وكده اهوت، مش عارفه ايه اظبط الكاميرا والتصوير. فيا رب الفيديو النهارده يبقى كويس. يلا حطوا لي لايك كده واشتركوا في القناه. انا بفصصها ثانيه بس. لما انت احنا طبعا في اول ما جبته كان طري جدا. كان القشره اللي فوق ديت كانت هتتشال عشان الترابه بس، وكنت هكمل الباقي. ادي ايه بصوا طري اهو، طري في بس الجزء جوه ماسك جامد. لو حطيناه في الكبه هتكسر السكينه، هيحصل الكبه حاجه اهي. فديت انا هشيلها وارميها، وده الجزء ده احطه كده اهو. ليه بقى انا هعمل ده؟ عشان خاطر ده هعمله وهضربه مع فلفل احمر واحطه في الفريزر للمخلل البتنجان. لاي حاجه تستدعي ان انا اطلع حاجه بالثوم والفلفل الاحمر. خلاص نيجي بقى ايه للتومه. تومه طبعا انا بعمل واحده. استني يا فيروز. بصوا القشر اصلا طري. لو عندك الثوم القشره بتاعته ناشفه شويه بتشيلي اهو زي كده، القشر ناشف كده بتشيليه وبتحطي بس ايه الثوم القشر الطري. بصوا هو بيتفصص في برضو الحته اللي جوه دي اهي، اللي هي بقيه التكمله اللي انا رميتها من العود ده اهو ناشف، ما ينفعش يتحط، هتبوظ الكبه هتبوظ المفرمه. واحطه كده اهو. بس لا انا مش عايزه كده بس. اوعي يا فيروز، انا عايزه اعمل. قولوا لها حاجه والنبي مزهقاني. بتشيلوا الجزء اللي فوق ده، الراس دي هي. بصوا هي بتتقشر معاكم، القشره الناشفه بتتقشر لوحدها اهو. يعني دي ما قشرتهاش ليه؟ عشان طريه ومش هتتقشر. انا بحطه في اكياس طبعا وبشيله من السنه للسنه، مفيهوش اي حاجه، ولا بحط فيه ملح ولا اي حاجه. انا بفرمه واحطه كده وزي ما انتوا هتشوفوني دلوقتي. بصوا ما حدش يضحك عليكم ويقول ايه اللون بتاعه بيفضل زي ما هو ابيض من السنه للسنه. فعلا في الفريزر بيتحط في الفريزر بيبقى لونه زي ما هو، بس بقى ايه بتطلعيه وتشتغلي منه وتطلعيه وتطلعيه تاخدي منه وتطلعيه تاخدي منه، لونه بيدي اصفر شويه. فمحدش يضحك عليكي، بس مش عايزه. اللي انا حطيته هنا مالكيش دعوه. عايزاني يعني؟ مالكيش دعوه بيه. مش عايزه كده. طب انا عايزه كده. اهو كده زي ما انتم شايفين. طبعا انتوا بتسالوني قاعده في الارض ليه؟ عشان انا رجلي تعبانه ومش قادره اقف. رجلي بجد تعبانه، عندي التهابات فيها وما بقدرش اقف. ممنوع ان انا اقف عليها كتير. وطبعا ده كميه فايه هاخد وقت وانا واقفه، هتعب نفسي ليه؟ اديني قاعده في الارض اهو. مالها الارض؟ مالها زي الفل. زي الفل ولا ما تصنعش يعني خليني بطبيعتي معاكي. هي بتخليكي ازاي؟ بصوا بعمل ايه؟ بشيل القشره اللي من فوق كده وبتطلع اهي.
بس الراس دي ارميها. القشره الخشنه او الناشفه هي اللي هتترمي، مش الطريه. طبعا في البدايه كان هيبقى سهل عليا اكتر من كده، لان انا بشيل من فوق بس، وباخد الحته اللي هي العود اللي هو التخين ده وبرميه، وكله بيتحط في الكبه او في المفرمه. بالله عليكم بقى حطوا لي لايك كده، لايك واشتراك وقلب فوش. حطوا لايك عشان فيروز. لا، قلب حطوا قلب عشان خاطر فيروز. ولايك، قلب ولايك. اكمل بقى وهرجع لكم تاني، بس اخلص الكميه دي عشان ما اطولش عليكم الفيديو. انا بحاول اقصر الفيديو، اي فيديو ليا، عشان انتوا ما تتضايقوش يعني، ما تزهقوش، واللي عنده باقه ما تتاخدش منه. هقفلك. لا انا هقوم اخلص دي وهقوم اقفل. طبعا انا عايزه اقول لكم قبل ما اقفل حاجه، سنه من السنين انا عملت القشر ده باودر، حطيته في بس انا عندي يعني، انا لو ما كانش عندي انا كنت عملته، انا عندي من ساعتها، وكان طالع بودر توم لحد الان يعني ما اقولكمش ريحته فحه. عشان ريحه التوم بحطه في اللي حطيته في الفرن. ازاي عملتي بيكنج باودر ده؟ بيكنج باودر. ازاي عملتي كده؟ تحت باودر حطيته في الفرن ونشفته وضربته في الكبه، في كبه الخلاط، بيطلع باودر خالص. بصوا بقى الكميه اللي طلعت، هما مش كتار، بس ايه، لو كنت عملته من بدايه ما انا جبت الثوم كانت الكميه طلعت 3-4 مرات عن كده، كنت استفدت يعني. بس عشان خاطر شهر رمضان كان الوقت ضيق، وفي صلاه تراويح وقران وحاجات زي كده، انا ما عملتوش يعني. ايه، لحقت شويه اللي لحقته وهعملهم. ولو انا بقى عايزه ازود، وانا فعلا هزود توم. بس عايزه اقول لكم ان محلات الفول والطعميه بتعمل كده، ماشي؟ لو تاخدوا بالكم من الدقه بتاعت البتنجان هتلاقوا فيها حتت كبيره كده زي القشره دي. بصوا بقى عامل ازاي. بس انا نصيحه مني يتعمل الثوم اول ما يجي، عشان هو غلبني في الضرب، ماشي؟ عشان هو ايه، طري بس مش زي ما جه. هاخد بقى شويه ثوم عشان الكميه دي مش هتكفيني، عشان انا هدي منها حبه. انا هضرب كده. طبعا انا عايزه احط له قرنين فلفل حامي، زي ما انتم شايفين. هجيب بقى قرنين فلفل حامي واحطهم. احط كده قرون الفلفل. انا ولا هحط ملح ولا هحط حاجه، وانتي بتطلعي الحبه اللي انت هتاخدوهم للبتنجان هتحققيهم بقى ملحك وخلك وليمونك، والملح ليمون. وجربوا البتنجان من غير كمون، شوفوا النتيجه بالكمون احسن ولا من غير الكمون. حتى اللون بيطلع احمر احمر يعني. اقلبهم كده كويس واضربهم كويس قوي قوي قوي. بصوا بقى، ده كان مكان فلفل احمر، انا هحطه بداله كده اهو، وهكمل عليه. وهرجع تاني اخد الكميه الباقيه، واخد الثوم واقطع الايه فلفل، هجيب الفلفل برضو ايه اخضر واكمل.
طبعا انا عندي مكان العلبه دي كان فلفل احمر، فانا هكمل واخد برده توم عليها وهضربهم، بس تسيح شويه عشان خاطر انا مطلعاها منين، من الفريزر. بصوا بقى الكميه، قلبتهم كده على بعض، وهاخد بقى ايه في العلبه، ارجع تاني احط في العلبه. زي ما قلت لكم، عايزين لو عايزين تحطوا فيها ملح حطوا، بس زي ما قلت لكم كده طلعوا يعني وانتوا بتعملوا البتنجان، بتسلقوه او بتحمروه في الزيت، طلعوا العلبه دي مع بال ما تحمروا كميه البتنجان اللي انتوا هتستخدموها، تكون دي طريت شويه، تاخدوا الحبه اللي انتوا عايزينها وايه، وتحطوا الملح والخل والليمون. عايزين بقى تحطوا ملح فيها دلوقتي حطوا، ما يجراش حاجه، بس كده او كده الاتنين صح يعني، مش هتفرق كتير. باخد بقى هنا اهو، ايدي ورمت من التفصيص ده، عشان انا سبته نشف، غير لما بجيبه بعمله على طول. النبي بقى بالله عليكم كده لايك، لو مش عشان خاطري، عشان خاطر البت فيروز اهو. اكمل. جبت سيرتك ليه؟ بقول لهم اعملوا لايك، لو مش عشان خاطري، عشان خاطر الست فيروز. والله ست ماما ماشي. الضعيفة اللي مش بتقدر تعمل كل حاجة ايدي ورمت يا ناس، ايدي ورمت والله، عشان هو نشف عندي، جبته قعدت. المهم بقى ايه، انا خلصته. بصوا دول 10 كيلو، دول 10 كيلو توم. هفضل بقى فيروز عملت معايا، فيروز والله تعبت معايا، قعدت تفصص معايا كتير قوي والله العظيم. انا زي ما قلت لكم كده، انا مش بحط اي حاجه وهخزنه في اكياس، مش بحط في اي حاجه. عندك بطرمانات بلاستيك حطي. هو يا فيروز استني بس اخلص الفيديو وهديكي في الاخر. هخلص وهديكي في الاخر. ماشي. اعمل؟ لا هديكي في الاخر. اعمل ايه؟ ما تقرفنيش بقى. هتديني ايه؟ هديكي تعملي، بس سخني. انا مش عايزه افرمه قوي عشان خاطر ايه، ما يطلعش ميه. هو كده كويس. بصوا بقى التوم، وحطوه بقى في الاكياس زي ما انتوا هتشوفوني كده. يعني انا ممكن الكيس ممكن يقعد معايا 3 شهور بصراحه، كل واحده حسب الاستخدام بتاعها، كل واحده حسب الاستخدام بتاعها. لو استخدامك كتير في التوم، استنوا جايالكم، لو استخدامكم كتير في التوم طبعا يعني الكيس مش هيقضي يعني. ده انا عملت كده. فيروز ابعدي عن الستاند ده. بشوف انا عملت الخلطه بتاعت البتنجان، ولو عوزناها للسمك كمان واي حاجه تستدعي ليها بناخدها. وعملت الثوم لاستخدامات الملوخيه طشه السبانخ والقلقاس. في كلمه بتتقال لما حد يقول قلقاس، بس عشان اليوتيوب احنا مش هنقولها. طبعا انتوا عرفتوا اكيد كلمه مش لطيفه، كلمه قليله الادب شويه، بس احنا مش هنهزر بيها خلاص.
بصوا بقى محدش يضحك عليكم ويقول ايه التوم ما بيغيرش لونه من السنه للسنه، ويطلعوا لكم بقى كيس وبيقولوا لكم وبصوا بصوا بصوا ومش عارفه ايه وفزلكه والكلام ده. ما تاكلوش من الكلام ده، انا بقول لكم ما تاكلوش من الكلام ده. كله فيديوهات يوتيوب بيطلعوه تاني يوم متجمد ويقولوا لكم بصوا لونه عامل ازاي. هو بيبقى في البدايه لونه فاتح، لكن تيجي لحد السنه كده ومتبقي ما عندك بيبقى لونه اصفر. فمحدش يضحك عليكم ويقول لكم بصوا وانتوا بقى ايه تزعلوا تقعدوا تقولوا دي فلانه عملت التوم ووريتهن. والله بس ليه بيطلع معانا كده ومش ليه بيطلع؟ لا ده كلام يوتيوب. ليه؟ عشان الفيديو يترفع. انا بس ايه بقول لكم، حبيت اقول لكم الكلام ده عشان تبقوا فاهمين. انا ما بضحكش على حد، احنا ستات بيوت وكلنا ايه لازم نبقى فاهمين الكلام ده، ماشي؟ فياريت بقى ايه تعملوا لي لايك واشتراك للقناه. ناخد الكيس الكميه اللي انت عايزاها، ممكن تحطيه في علبه على طول، ممكن تحطيه في لانش بوكس، ممكن تحطيه في بطرمان، اللي انت عايزاه اللي انت ايه بترتاحيه. ممكن تفصصيه وتحطيه كده في الفريزر، تطلعي تحطيه في المكبس ده اللي هو الهراسه بتاع التوم وهو جامد وهو متلج يعني. بتطلعيه بتحطيه في الهراسه بتاعت التوم اللي هي ايه اللي هي دي، بتطلعيه وهو جامد متلج بتحطيه في الهراسه وبينزل كده. لو انت حابه ان انت تحطيه في صوص وتحتفظي بيه في صوص